انا جايه لكم وكل ثقه المره دي ان المنتج اللي بتكلم عليه ده منتج مصري 100%. طبعا انا عملت فيديو عن بريك، والبريك ده ما طلعش معانا، طلع مقاطعه وانا بجد ما كنتش اعرف. وشكرا للناس المحترمه اللي دخلت وقالت لي انه مقاطعه، واتاكدت بنفسي وفعلا طلع منتج مقاطعه. طبعا انا من الناس اللي مقاطعه وبقوه، اي منتج مش تبعنا والله لو روحي فيه عمري ما هشتريه. النهارده بقى جايبه لكم منتج بالفعل قمر وتحفه، وطعمه بجد حلو قوي، لو جربتوه هتدمنوه زي كده. يعني انا اوقات بقعد الف على المنتج ده او على النوع بتاع السناكس او الشيبسي ده بالذات، وبالطعم بتاعه ده عشان خاطر ايه اوصل له واجيبه، لان انا بحبه قوي. وهو ده البيك شيبس، بس انا المره دي ما لقيتش منه غير الحجم الكبير اللي هو ب7 جنيه، في منه ب3 جنيه وفي منه ب5 جنيه. بصوا هتلاقي منه احجام كتير، وكمان متوفر بطعوم كتير قوي، في منه بالفلفل الحلو وبالخل والملح، وكمان بالشطه والليمون وبالطماطم وبالجبنه المتبله. بس اكتر نوع بالنسبه لي او نوعي المفضل في الشيبسي ده او في بيك شيبس اللي هو بالليمون الحلو ده. وبصراحه انا باكله من قبل المقاطعه بكتير جدا، من اول ما نزل، وهو الشيبسي المفضل بتاعي اللي هو بحبه قوي. هو يعني عايزه اقول لكم ليه محدش بيتكلم عن المنتج القمر ده. لو جربتوه زي عارفين الناس اللي بتحب جاكور ومدمناه جدا، انا بقى مدمنه بيك شيبس ده. اللي هيجربه هيدمنه فعلا ومش هياكل غير الشيبس ده. ينفع بقى تجيبوه في العزومات مع مشويات، تاكلوه كده، تجيبوه لاولادكم. حلوه قوي. بصوا تعالوا معاكم كده، والله العظيم ببقى سعيده جدا وانا لاقياه كده وجايباه، من الحاجات اللي بتسعدني. شايفين شايفين هو طعمه، هو الطعم بتاعه ده اللي هو بالليمون الحلو اللي لونه موف. انا عارفاه بالشيبسي اللي لونه موف من قبل ما كنت باخد بالي من الطعم، بس طعمه تحفه. وكل الناس اللي حواليا لما بقول لهم عليه بجد بياكلوه بيعجبهم قوي. فده بقى منتج بجد يستاهل ان انتوا تجربوه، ومصري 100%. بصوا هنا صنع في مصر، وكمان شركة اللي هي ايجيبت فود او فود جروب دي، فمنتج مصري. عايزين بعد كده ايه؟ وطعمه تحفة. اوعوا تنسوا تدعوا لاخواتنا جربوا الشيبسي اللي هو بيك شيبس ده، وكمان ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. وكمان ربنا ينصرهم، ربنا ينصرهم يا رب نصرا قريبا، والهدنه تستمر لوقت طويل قوي، وان شاء الله ما يحصلش ضرب وقتل ولا اي حاجه من اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده. قولوا يا رب ينصر الفلسطين. وطبعا اخواتنا او دم اخواتنا يستاهل ان احنا نضحي بكل حاجه كنا بنحبها او كل منتج كنا بنشتريه وعرفنا ان هو منتج مقاطعه، وان احنا نقاطع مهما كنا في اي مكان. ما ننكسفش ابدا، ما تتكسفوش وقولوا ان انتم مقاطعين، وارفضوا اي منتج يجيلكم من منتجات المقاطعه. بس كده، اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه دي يشترك. ومستنيه تعليقاتكم الحلوه. وطبعا باكد على فلسطين كتير، وطبعا باكد ان ده شيبسي مصري 100%، وتاكدت بنفسي. وكمان يا جماعه عشان تتاكدوا من نفسكم، نزلوا تطبيق اسمه تطبيق قضيتي من على اي متجر، من على المتجر بتاع جوجل بلاي اللي هو للاندرويد والايفون، مش عارفه ايه. بصور الباركود اللي على بصور الباركود اللي هو ده، وبيظهر لي سواء منتج مقاطعه او لا. حتى الكارتيه اللي هو الويندوز ده كانت اختي جايباه وكناش نعرف ان هو مقاطعه، فصورته ظهر لي ان هو مقاطعه. وبعدين بتدخلوا مثلا اي منتج اسمه بالانجليزي برضو بيطلع لكم سواء مقاطعه او لا. بس كده، باي باي.